السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة للقرص الصفرة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، دي ترند المخابز الجديد. عاملين القرص دي طعمها جميل جدا، بس اكيد بقى مش اطعم من القرص اللي بتعمليها في البيت. طبعا القرصة ب5 جنيه، انت من نص كيلو دي بسم الله ما شاء الله بتعملي ب75 جنيه قرص. شايفين الجمال؟ كمان المخابز بتبيعها سادة، فانت في البيت بقى ممكن تعمليها سادة، تعمليها بأي حشوة انت حباها، حلوة مالحة. فقد ايه سهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة طبعا في البيت، مكونات اقتصادية جدا، وما بتاخدش معاكي اي وقت، يعني في نص ساعة وفي اقل كمان من نص ساعة بتكون جاهزة معاكي بالشكل الجميل ده. دي القرص السادة بسم الله ما شاء الله قد ايه هشة وطرية كده وفي منتهى الجمال. كمان هوريكم كمان القرص المحشية بسم الله ما شاء الله، ريحتها وطعمها جميل جدا. يلا كده نبتدوا مع بعض ونشوفوا طريقة القرص الجميلة دي. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، هنزل عليه بمعلقة هرمية من الخميرة بمعلقة الأكل. هنزل كمان بمعلقتين من السكر. هنزل بمعلقة كده من الكركم، والكركم ده أنا نخلته كده بالمصفى علشان لو في أي شوائب بتستبعديها قبل ما بتضيفيه للدقيق. بعد كده هنزل بربع معلقة صغيرة كده من الملح. رايحة بقى أقلب كل المواد الجافة دي مع بعضيها كده في الأول. بعد كده هنزل ب5 معالق من الزيت. بعد ما نزلت بالزيت هنزل بمعلقتين من الخل، والخل هنا محسن جميل جدا للمخبوزات، بيخليها طرية كده وهشة. بعد كده هنزل بمج من مج الشاي العادي، حليب دافئ، الجو برد وطبعا بتدفئ ايا كان بقى مية او حليب، لازم تدفيها للعجين. رايحة اقلب كده لحد دي ما يتشرب المادة السائلة. هنزل بقى بالمية تدريجيا لحد العجينة ما تبقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، طرية ومش بتلزق زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بقى رايحة احطها في الطبق، وهنزل عليها بنقطتين كده من الزيت علشان لا تلزق في الطبق ولا تعمل قشرة. رايحة اغطيها واسيبها في حدود ربع ساعة لحد بقى ما تخمر وحجمها يتضاعف بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. هبدأ بقى أطلع كل كمية الهواء الموجودة في العجينة زي ما حضراتكم شايفين كده. على صينية بقى مدهونة فرشة من الزيت، هبدأ أقطع القرص بنفس الشكل كده، أحجام متساوية. طبعا بعد ما خلصت العجينة كلها هبدأ أغطيها علشان ما تنشفش وتتن طرية كده. على صينية الفرن بقى هبدأ أفرد السادة. حابة تفردها على صينية الفرن مرة واحدة، حابة على صينية تانية تفردي وتحطي على صينية الفرن وتعملي فيها الفتحة نفس الموجودة في قرص الأفران بنفس الطريقة كده. دي بالنسبة للسادة. أما بالنسبة بقى للقرص المحشية فأنا رايحة أعملها إيه معاكم بحشوة الجبنة. حابة أنت بقى تحشي عجوة، تحشي جبنة، فده يرجع لك أنت. هبدأ بقى أجيب الجبنة، رايحة أحشيها جبنة ورايحة أقفلها كويس قوي زي ما حضراتكم شايفين كده، ورايحة أحطها على صينية الفرن بنفس الطريقة. رايحة أكمل كل الكمية زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما خلصت الكمية كلها طبعا القرص كانت ارتاحت على الصينية، بتبدأي بقى تفردي القرص بنفس الشكل كده وما ترقيهاش علشان تطلع هشة معاكي وجميلة جدا. طبعا بعد ما خلصتهم فرد هبدأ بقى أغطيهم واسيبهم كده لحد حجمها ما يتضاعف بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. طبعا أنا ما دهنتش وشها أي حاجة. في الوقت ده بقى أنا مسخنة الفرن الغاز العادي، سخنته وهديته وبدأت أسوي فيها. لو انت رايحة تسويها في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط مع المتابعة بتطلع معاكي بالجمال ده. بسم الله ما شاء الله، طالعة ريحتها جميلة قد ايه هشة وطرية، وطعمها جميل جدا. شايفين حضراتكم؟
أتمنى من كل قلبي إن حضراتكم تجربوها بنفس الطريقة، إن شاء الله هتنول رضاكم. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.